اهلا وسهلا الصديقات والاصدقاء المتابعات والمتابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم واحد الحاجه اللي هي مهمه الانسان يديرها للضاله ديالو. انا مؤخرا يلاه لحت واحد الضاله، داكشي اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل ديال كنت كندير شي اصلاحات في الدار. واحد الحاجه درتها انا تقريبا واحد 36 ساعه من ورا فاش لحت الضاله، يعني نهار ونص، وقلت ندير عليها شي فيديو خفيف باش نوريها لكم، لان هذه القضيه دي مهمه بزاف، خصوصا الناس كتعرف الاهميه ديال هذه الوقيته ديال فصل الشتاء. كاين الناس اللي كيلوحوا شي ضاله ومن بعد فاش كتجي بحال هكا الشتاء يا اما كتولي عندهم القطره في الدار، واخا تكون كاع لا بونط وكلشي كتولي عندهم القطره في الدار. فباش تفاداو هذا الشيء ضروري غادي ديروا هذه القضيه هذه. كما كتشوفوا انا راني خديت هنا فين السيمه وجدت واحد العود، هذا غادي نحتاجو باش نخلط وغادي نزيد عليها الماء. هاد القضيه هذه حنا كنسموها كتحرر الدار اولا كدير يا حريره ديال السيمه. حريره لان كما شفتوا درت السيمه وغادي نزيد عليها الماء. انا المقدار اللي كنخدم به شخصيا فيما درت شي ما كانش شي ضاله ولا شي حاجه ولا وين ندير شي حريره كاع شي ضاله اللي هي قديمه، كناخذ مثلا الا درت جوج ديال السطيلات بهذوك ديال السيمه كندير معاهم 4 ديال السطيلات بحالهم ديال الماء صافي، وكنخلط داكشي مزيان حتى ما يبقاوش عندي الكواري نهائيا في هذاك الخليط. انا ما عندها حتى شي معنى يبقاو عندك الكواري، لانها تبقى السيمه فيهم الداخل ما مرطبش بالماء، غادي تبقى السيمه ناشفه. وغادي ناخذ يا اما ديك الشطابه اللي كنخدموا بها ديال الجير، كتكون واحد الشطابه بحال ديك الشطابه ديال السبيب وكيكون عندها واحد المشد واحد اليد. انا ما لقيتش هذيك الشطابه كانت عندي، وكما تيقولوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولا مع النهار احتاجيتك وجهي قمشوك المشاش. فنهار بغيت نخدم بها ما لقيتهاش، وغادي نخدم بهاد الشطابه هذه قديمه ديال الدوم، شطابه بلديه ولكن افيكاس فعاله، الخدمه ديالها فعاله. كما كتشوفوا هنا فين بديت بحال كنصبغ الدار من الفوق. هنا فين هي اللي كنسموها حنا كدير حريره السيمه. علاش هاد الحريره هذه؟ لان هذيك السيمه كتدخل لدوك الشقاق، وعلاش خصك ديرها في ديك واحد النهار تقريبا ولا نهار ونص من ورا فاش تلوح الضاله. كتكون الدار باقا خضره شويه من الداخل، وديك السيمه كتقدر تدخل الاعماق ديال الضاله وكتسد لك الشقاق، كتسد لك دوك التقابي الصغار اللي ما تيبانوش، اللي فاش كتبدا تصب الشتاء كيبدا يكولي منهم الماء، كيبدا يدخل وسط منهم الماء وكيطيح عندك وسط من الدار. هاد القضيه دي اللي كنقول لكم راه مجربه وكتنفع مزيان الا درتوها مباشره من بعد الضاله، يعني ماشي تريح واحد 6 شهور ولا حتى يدوز واحد الصيف ولا حتى يدوز واحد العام وتشقق الدار وعاد بدا دير في الحريره. هذيك الساعه الحريره ما كتبقاش كتنفع مزيان، ولكن الا درتيها واحد تقريبا نهار ونص. انا الضاله مثلا حتى نهار الحد مع العشيه، والفيديو راه كنصور فيه نهار 3 مع الصباح، مع ديك 10 تقريبا ولا 9 ونص. هنا فين كما كتشوفوا راني وصلت لاخر بلاصه، بقى عندي غير واحد شويه، فغادي نخلط لي غير واحد شويه هي ديال السيمه مع الضعف ديال الحجم ديالو من الماء، وغادي نهبط هذا السطل هذا هنا فين هذا السطل هذا كشيها الصودا صافي غينفع ليا لواحد القضيه، لانه مباشره من بعد ما بديت خدام هنايا جا البرد وطيح ليا التليفون. لحسن الحظ كان سطل تما ديال السيمه والتليفون ما وقع لي والو، واخا عنده لانكاسابل وداكشي، ولكن كان يقدر يتهرس من الجناب، لانك ديرو فوق من واحد التريبي، واحد ثلاثي الارجل. ولكن البرد مجهد. فهنا فين صافي ساليت الضاله من التشطاب كما كتشوفوا، كنديرها حريره مزيان ما تنشطرش عليها، وما اخذاش ليا بزاف، يعني 40 متر كاريه، ما داتش ليا تقريبا واحد الحجم ديال 6 لتر ديال السيمه. فهذا مكان الاخوان، خليكم مع واحد المنظر بانوراميك من الدوار ديالنا ديال دوار ولاد عماره. ايوا ملي سالينا هاد الضاله هادي، ملي ساليت الحريره ديالها، تلاقيت مع واحد السيد من الدوار حدانا، لقيتهم غاديين باغيين يلوحوا الضاله لواحد الجامع. سولته قلت ليه مدرسه ساليتو ولا مازال؟ قال لي لا مازال، وانا نمشي معاه، لقيتهم باقيين خدامين عاوناهم سبيل الله، والله يسهل على الجميع. شكرا لكم الاخوان والاخوات على المتابعه والاشتراكات والتعليقات وداك الشيء،
كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، يكون خفيف على القلوب ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه والى اللقاء.